هذه رسالة لكل شخص يعتقد انه ما يقدر يطبق النظام او يسوي رجيم او يغير نظام اكله. اتصلت علي واحدة من الامارات قالت لي ابو احمد انا ودي اطبق النظام بس مستحيل اترك الخبز والسكر، ابي حل. قلت لها لازم تتركين الخبز والسكر، هذول اول اثنين بالنظام. اول المنبوذين دول اثنين، سكر وخبز منبوذين بالنظام، يجي بعدهم الرز. كانت تقول لي ما اقدر، شوف لي طريقه. قلت لها انا بعطيك تحدي لك اسبوع بالنظام. قال طيب اذا فكرتي بعد الاسبوع او اشتهيتي انك تاكلين خبز ورز وسكر قطعي النظام وانا مسؤول. طبعا ماكو شيء بس تحدي، فالصوا على ما يقولون. كان يقول صار. كان دق لي ثالث يوم قال لي احمد شنو هذا؟ انا مستحيل اترك السكر والخبز، ما اشتهيهم والله. قمت ما افكر فيهم. انا قلت لها بعد باقي 4 ايام. كان يقول ابو احمد ما اشتهيهم، انا توقعت انه شيء مستحيل، ما قمت افكر فيهم. ابو احمد اخلصك، ما اشتهي الاكل، وجبه واحده استمتع فيها وما ما يطري على بالي الاكل. تدرون ليش؟ لان النشويات او الكربوهيدرات هي اللي تنشط المخ، تخليه يقول ابي اكل، ابي حلو، ابي فاكهه، ابي طلباتها وايد. والله مثل المرأة الحنانة اللي متزوجتك عشان فلوسك. لا العصم الحريم. فهذا النظام اقسم بالله العظيم ما في حنة، والله مخك ما يحن. نبي بطنك ما تصير بطيني، يعني انسى انك تفكر بالاكل، راح تشبع من الوجبة اللي تاكلها وما تبي غيرها، ولا مستمتع والله العظيم. راحة نفسية، قوة بدنية، قوة جنسية، طاقة للمشي، تفكير أفضل، راحة بال، نوم أكثر، ماكو ألام يا جماعة، ورب الكعبة تنتهي الآلام. عيونك اللي رايحة مختفية، الشبكية عندك فيها مشكلة، راح تتحسن. والله يقول واحد رحت بعد 2 شهر الطبيب قال له أنت شو مسوي؟ قال له ليش؟ قال الشبكية عندك متحسنة وايد. فالأمور كل مالها للأفضل، النظام يمشي ويعالج، بس يبي له شوية إرادة. ما يبي له إرادة وايد نفس الرجيم، لا شوية إرادة راح تضعف، أمورك طيبة.